تفضل زعيم. يلا يا زعيم، هي انكشفت الحقيقة والمي رجعت لمجاريها بينك وبين ابن عمك، بقى ما عاد إلك حجة ابنه. يلا زعيم يلا. يا رجال، في حدا ماله موافق على انه يكون نوري ابو الذهب زعيم حارة اللوز؟ نحن بدنا زعيم نوري، نحن بدنا نسكر زعيم نوري. مد ايدك يا زعيم وخد السيف من ايدي. يلا. عليلي يا فاضي، الله يرضى عليك يا ابي. كفوك المصاري اللي اعطيتك اياه؟ لكان كفوني. خذ مسك هدول كمان واشتري اكلات طيبه، بس كله بتاكله بعد الافطار. شو هي؟ بعد الافطار. يلا طير اوان. الله يرزقك. اهلين فاضي. مرحبا يا مان. يا مو سامحيني وارضي علي بقى. لك يا مو، أنا شو بدي غير إنك تكون منيح وتحبك كل العالم، لك أمي ما تركت لحالك صاحب. يا مو أنا تغيرت. اليوم صالحت الحارة كلها، حتى صالحت نوري. يو، عم تحكي عن جد يا مو؟ وجد الجد يا مو، وجد الجد. بإذن الله ما بقى زعل حدا مني بنوب بهالحارة. وملك يا مو؟ ملك أكتر وحدة قاسيتها بأفعالي يا مو، أكتر وحدة غلطت معاها. بس إذا الله قدرني رح استسمحها ورح أعيشها أحلى عيشة. يعني ما عاد تضربها يا مو؟ أعوذ بالله يا مو، ولا بمد إيدي عليها من يوم رايح. يا مو ملك، تعالي بنتي تعالي تعالي، ابن عمك رح يحكي معك كلمتين. لساتك زعلانة مني فاضي؟ خلص بقى سامحيني. يمين عظيم، إن شاء الله بتنكسر إيدي إذا لسه بمد عليكي مرة تانية، ويشهد علي ربي على كلامي. فاضي، أنا تغيرت ورح أصير شكري تاني، وأنا رح خيرك. بدك تضلك عندي هون، حطك بين عيوني بشيلك على راسي. إذا بدك تروحي على بيت أهلك، بس وحياة هالأيام الفضيلة وحياة هذا الشهر الكريم إنه لا رح أمد إيدي عليكي ولا رح مد على فاضي. بقى شو قلتي؟ مثل ما بدك ابن عمي. هيك ها، الله يديم المحبة. الحمد لله اللي الله هداك يا ابني، الحمد لله. يا مو، اللي عندك طلب؟ لك انت بتأمري على راسي من فوق يا مو، انت غالية. بدي تعتذر من خالتك ام نوري ومن ليلى مرته لنوري. من التنتين يا مو. إيه الحمد لله. وعمتك ام عادل يا مو. ايه والله مزبوط، الله يلعن الشيطان. خلص رح مر لعندها على البيت واعزمها تجي تقضي لها عنا كم يوم. شلون؟ الحمد لله، الحمد لله يا ملك، الحمد لله اللي الله هداك. لا، الحمد لله اللي الله هداك. اشكرك وبحمدك يا رب، اشكرك وبحمدك. السلام عليكم. أهلين تقبرني. وعليكم السلام. حذري مين طلع حرق الدكان يا فهمي. مو عبود ما هيك؟ ايه مو عبود. والله كان قلبي حاسسني من الأول مو هو. مين اللي طلع حارقه؟ شكري أبو الذهب، الله يصلحه. هو اللي حرق دكانتي وحرق فرن بيت أبو الذهب وحرق مدرسة ياسين. العمى
شو عرفك انت بهالشي كله؟ اليوم شكري اعترف بكل شيء وتصالح مع اولاد عمه نوري وفارس واعتذر من كل اهل الحاره. ايه؟ هي خطية هالمسكين عبود، لسه كل ما بتصير قصة بالحارة ومصيبة بيكونوا لزقوا فيه. واليوم نوري رجع اخذ الزعامه، يعني رجع زعيم حاره اللوز. ايه الله يقدره على فعل الخير. شرفنا يا ابو فايز. معلش زعيم، اعتبره اخوك صغير وغلب، وهو هلا جاي يطلب السماح منك ويبوس ايدك ويعتذر. يا ابو فايز، انا ما بدي اياه يعتذر مني، انا بدي اياه يفكر قبل ما يعمل اي شيء. عمي فايز، رب العالمين خلق لنا العقل مشان نفكر فيه، وانت اشهد بالله قد ايه صار بنعرفك بحياتنا ما سمعنا عنك الا كل خير. عمي فايز، الرجال ومرته بصير معهم اكثر من هيك بكتير بكتير، بس مو لازم حدا يدخل بيناتهم لانه بيخرب لهم بيتهم. لا تواخذني يا زقرتي، الله يلعن ابو الشيطان، كرمال الله سامحني. ولا يهمك اخي فايز، رضي حصل خير.